السلام عليكم متابعين مصر زمان. كلامنا النهاردة عن فنانة شهيرة وموقف لها مع دنجوان السينما رشدي أباظة. الدنجوان هو أحد أهم دنجوانات السينما المصرية، اشتهر بأنه معشوق للنساء وتعددت علاقاته النسائية، حتى أن ابنته وصفته بأنه زير نساء. نجح في جذب الجنس اللطيف إليه بفضل وسامته وطريقته في التعامل، حتى ان الكثير من الفنانات صرحوا بانه من لم تتزوجه كأنها لم تتزوج ابدا. انه الفنان الراحل رشدي أباظة خطف قلوب الجميع، ولكن لم تخطف قلبه كل انثى، فقد كان له معايير خاصة في الانثى التي يعجب بها، اهمها الا تكون نحيفة. وكانت من بين الفنانات التي لم يعجب بها ابدا الفنانة نجوى فؤاد، والتي صرحت بذلك خلال استضافتها ببرنامج 100 سؤال مع الإعلامية راغدة شلهوب. وقالت نجوى فؤاد خلال اللقاء: من لم تتزوج برشدي فهي لم تتزوج، ولكني وجدت رشدي مثل أخي، موضحة بأن رشدي أباظة كان مقربا جدا من أحمد رمزي، وكان يتواجد في منزلهم طول اليوم خلال فترة زواجهم، ولذلك لم تراه سوى أخ لها. وأضافت: أنا كبني آدمة معجبش رشدي أباظة لأنه كان يحب النساء الممتلئات، كما إنه قال لي في أول أعمال السينمائية معه: أنت ما تعجبنيش، آخرك أسلك بيكي أسناني. ولفتت إلى أنه كان يتمسك بها في أفلامه، وكانت الزوجة السينمائية له للفنان عادل أدهم وفريد شوقي، وكان دايما ما تقوم زوجاتهم بدعوتها على العشاء أسبوعيا. وأشادت بالفنان الراحل رشدي أباظة، موضحة أنه كان أخ وصديق بسيط وجميل، وكانت عيوبه تقتصر على العصبية فقط، لأنه عندما يفقد أعصابه لا يشعر بما يقوم بفعله.